لو عايز تعرف أفضل مدرسين يوتيوب لو اعتمدت عليهم هتقفل كل المواد حتى لو مش هتاخد فيهم دروس. فكوباية الشاي بتاعتك وتصلي على حضرة النبي، ويلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أكتر الحاجات اللي بتقرف طالب الثانوية العامة وهي مشكلة الدروس، وده لأنها بتاخد وقت كبير جدا من يومك. فأنت بعد ما تخلص الدروس بتكون تعبت ومش قادر تذاكر وعايز تنام. بس المشكلة دي بتكمن في حل واحد، وهي إنك تحاول على قدر الإمكان إنك تقلل من عدد الدروس. وده هيودينا لنقطة إزاي آخد دروس أونلاين. هتقولي ايه الفرق بين الدروس الاونلاين والدروس اللي في السناتر؟ الدروس اللي في السناتر هو ان المدرس بيكون هو الرقيب عليك، واي سؤال بيقف معاك تقدر انت تساله في اي وقت ممكن. اما الدروس الاونلاين فدي انت بتكون الرقيب على نفسك، بس انت بتتحمل المسؤوليه. انت اللي بتكون رقيب على نفسك، عشان انت بتاخد، مش حد بيوجعك انت هتذاكر ايه النهارده، انت هتحل ايه النهارده. لا، انت اللي رقيب على نفسك. ميزه الدروس اونلاين عن الدروس اللي في السناتر ان هي بتوفر لك وقت كبير جدا، وتاخد الدرس في اي وقت انت فاضي فيه عادي. فدي الميزه في دروس اونلاين. هتقولي مثلا افرض انا باخد دروس في كل المواد في السناتر وعايز اجرب نظام الدروس الاونلاين. هقول لك بسيطه وسهله جدا. انت وليكن انت بتاخد الدروس في كل المواد، هتبدا ان انت تاخد دروس تكمل عادي زي ما انت ماشي، بس هتسيب درس واحد. وليكن ممكن نسيب درس التاريخ او درس الكيمياء، ونحاول كده ناخده في البيت ونشوف نفسنا هل احنا قدرنا ان احنا نذاكر المادة، هل احنا قدرنا ان احنا نحل الواجب وعرفنا نحل امتحانات كتير وقدرنا نجيب مجموعة اللي فيها. فاحنا هنطبق النظام اللي عملناه ده مع باقي المواد التانية، وكده هنبقى وفرنا مجهود. يعني مواصلات، وفرنا وقت كبير جدا، وهنستطيع ان احنا نقدر ان احنا ننظم وقتنا صح، ناخد الدرس في اي وقت يعجبنا. النظام ده هيخليك انك تحاول تنظم وقتك صح، ومش بس كده، ده هيخليك ان ده هيكون معاك وقت كبير جدا. الوقت ده ممكن انت تستغله في تعلم مهارة جديدة، وليكن مثلا كتابة سريعة على الكيبورد، او تتعلم برمجة، او تتعلم الجرافيك ديزاين. اسف جدا على الاطالة الطويلة دي، بس كان لازم ان انا اقول الكلمتين دول. نيجي بقى للمدرسين اللي هناخد معاهم، سواء كان على اليوتيوب او على المنصات. اول مادة وهي مادة اللغة العربية. من أفضل المدرسين اللي بيشرحوا مادة اللغة العربية لجميع الصفوف وهي قناة بسطتها لك لصاحبها الأستاذ محمد صلاح. دول من أفضل المدرسين اللي بيشرحوا مادة اللغة العربية على اليوتيوب. كان عامل السنة دي مفاجأة لأولى ثانوي، وهو إن هو كان بيشرح منهج أولى ثانوي كاملا على اليوتيوب، وكان بيشرح لتانية وتالتة ثانوي على منصة بسطتها لك. علشان تعمل حساب جديد اضغط على عاوز أذاكر، بعد كده تسجيل حساب. املى بياناتك بداية من الاسم ويكون رباعي، بعد كده رقم التليفون، واعمل باسورد لحسابك وحافظ على بياناتك وما تديهاش لحد. بعد كده بيوصل لك كود من 6 أرقام على موبايلك، بتدخله وبتضغط إرسال. حدد مسارك الدراسي من مرحلتك الدراسية وشعبتك، وحدد المواد اللي عايز تاخد فيها التجربة المجانية. المنصة دي بتشترك عليها وتدفع الاشتراك الشهري، وبيجي لك كود ممكن انت تدفع عن طريق فيزا، او ممكن تدفع عن طريق فوري او امان عادي جدا من على منصة بسطتها لك. وبيتفتح لك الكورس، بينزل لك المحاضرة، وبعد كده بتحل الواجب، وبينزل بعد الواجب بيكون في كويز، وكل شهر او شهرين ممكن يعمل لك امتحان. وكان عامل قبل كده مسابقة كبيرة جدا، يعني كان على تليفون، ومسابقة مثلا على تابلت وعلى لابتوب. فهو حلو كويس جدا وشرحه كويس جدا جدا. تاني مدرس هو الأستاذ رضا الفضل، والأستاذ ده محترم جدا وبيشرح لك مادة اللغة العربية بشكل سلس جدا وبشكل بسيط. وأعرف ناس كتير جدا إن هم اعتمدوا على الأستاذ رضا ده في أيام الامتحانات وأيام الدروس. مش كانوا بياخدوا دروس، كانوا معتمدين يعني اعتماد كامل على الأستاذ رضا، وجابوا مجاميع عالية. فهو أستاذ محترم جدا وشاطر جدا. تاني مادة وهي مادة الفيزياء. دي من أكتر المواد اللي ليها مدرسين محترمين جدا على اليوتيوب وعلى المنصات. أول مدرس والمعزز إلى قلبي هو الأستاذ حسام خالد. ده من أفضل المدرسين اللي بيشرحوا مادة الفيزياء بشكل سلس وبسيط جدا جدا جدا. ويعني عامل منصة اسمها منصة الفيزياء تتألق، ودي معمولة لطلاب تانية ثانوي وتالتة ثانوي. أولى ثانوي بينزل المنهج كامل على اليوتيوب لأولى ثانوي، وبينزل حل يعني حل على المحاضرة،
وبيشرح لك المحاضرة من أولها لآخرها، من أول الدرس لحد آخره. فدي يعني هو حلو في مادة الفيزياء، وبيشرحها لك يعني بشكل سلس ومش بيكلكع لك الدنيا، ويعني بيحاول ان هو يوصل لك المعلومة بكل سهولة عشان مش تاخد فكرة وحشة عن مادة الفيزياء، ويحاول ان هو يحببك في مادة الفيزياء. تاني مدرس هو الأستاذ محمود مجدي، والأستاذ ده هو شرحه محترم جدا وكل حاجة، وكمان عامل منصة على جوجل بتقدر تدخل من خلالها وتعمل حساب جديد لو انت طالب في تالتة ثانوي. لو انت طالب في تالتة ثانوي فتقدر انت تدفع الاشتراك الشهري وتاخد المحاضرات اللي بتنزل على المنصة وتحل الواجبات، وبينزل حل الواجبات وبينزل كويزات وامتحانات على طول. انصح اي حد لما يجي يشترك مع الاستاذ محمود مجدي يشترك مع المنصة احسن من اليوتيوب، عشان المنصة بتبقى يعني في محاضرات بتنزل على المنصة ما بتنزلش على اليوتيوب، في واجب بينزل يعني ما بينزلش الواجب ده ابدا على اليوتيوب، وفي كويزات بتنزل وفي حل للكويزات، يعني في حاجات كتيرة بتنزل على المنصة وانصحك بيها يعني. تالت مدرس هو الأستاذ محمد عبد المعبود. الأستاذ ده محترم ويعني محبب إلى قلبي أيضا، لأن هو شرح محترم جدا وبيجيب لك أفكار محترمة تقدر أنت تعتمد عليه بشكل كبير جدا 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 في ليالي الامتحان، عشان هو ما اقولكش من كتر الأفكار اللي بيجيبها مش عارف الأفكار دي بتيجي منين، ولكن هو يعني شرحه محترم جدا في ليالي الامتحان. بس مش معنى كده إن الأستاذ محمد حلو في ليالي الامتحان ومش حلو في الشرح، لا، هو حلو في الاتنين وشرحه حلو، بس هو حلو ومميز عن المدرسين التانيين في ايه؟ ان هو بيجيب افكار محترمه جدا، واي حد يعني بيحب ان هو يوسع الافكار في الفيزياء خصوصا في ماده الفيزياء عشان في افكار كتيره بتيجي، فانصحك بالاستاذ محمد عبد المعبود. ندخل بقى على ماده الكيمياء. من افضل المدرسين اللي انا بحبهم جدا 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 في ماده الكيمياء هو الاستاذ خالد صقر، من افضل المدرسين اللي بيشرحوا ماده الكيمياء. استاذ خالد صقر عامل سناتر في السويس، وبس انا لو انت مثلا من محافظه تانية غير السويس فهو عامل لك منصه اسمها منصه الاسطوره خالد صقر، منصه محترمه جدا جدا جدا، وبنزل لك الكورسات عليها وبتقدر انها تشترك، سواء انت بتشترك من فيزا او ماستر كارد. لو انت عايز تجيب المذكره بتاعته فبتجيبها من موقع بوك ستور، هو عامل لك المذكره بتاعته. لو انت مثلا مشترك معاه في الكورس اللي على المنصه بينزلك واجبات وبيديك واجبات في المذكره وبتبدا انت تحل. فانصحك جدا جدا بالاستاذ خالد صقر، لان الاستاذ خالد صقر من المدرسين المحترمين جدا جدا جدا، وحتى ليه سيره ذاتيه محترمه جدا لو عرفتها يعني هتحس ان هو قدوه ليك يعني، او نموذج للنجاح في حياته. تاني مدرس بيشرح ماده الكيمياء هو الاستاذ محمد عبد الجواد. كان قبل ما اعرف الاستاذ خالد صقر كنت انا باخد مع محمد عبد الجواد، وكان شرحه محترم جدا وكنت بحبه. المشكله الاستاذ محمد عبد الجواد ان هو في دروس ما بتنزلش على اليوتيوب، يعني الاستاذ خالد صقر كان منزل يعني بلاي ليست كامله لمنهج اولى ثانوي الترم الاول، اولى ثانوي الترم الثاني، ثانيه ثانوي وثالثه ثانوي، كان منزل بلاي ليست كامله. اما الاستاذ محمد عبد الجواد كان مش منزل دروس، كان في دروس منزلها وفي دروس مش منزلها. الاستاذ محمد عبد الجواد اللي بيشترك معاه على منصه بي اونلاين. المنصه ديت هو عباره عن كذا مدرس بيشرح عليها، منهم الاستاذ محمد عبد الجواد. بتدفع الاشتراك الشهري عن طريق فودافون كاش، وبعد كده بتاخد كود وبتتواصل مع مستقبلة الاكواد، بتديك كود وانت تحطه في المنصه، والمنصه بتتفتح ليك وتبدا ان انت بقى تحل الواجبات وتكمل مع الاستاذ محمد عبد الجواد. محمد عبد الجواد ليه سناتر برضك في اسكندريه، ولكن الناس المحافظات التانية تقدر انت تشترك معاه على منصة بي اونلاين، وهو اساس شرحه جدا جميل جدا. بس يعني اللي هيكمل معاه اليوتيوب فاعتقد ان الاستاذ خالد صقر احسن بكتير. رابع مادة وهي مادة الاحياء. مادة الاحياء ديت ليها مدرسين كتير جدا بيشرحوا مادة الاحياء، بس من افضل المدرسين اللي عجبوني على اليوتيوب هو الاستاذ محمد صالح. محمد صالح من المدرسين المحترمين جدا، واللي بيشرحوا مادة الأحياء بشكل يعني لذيذ وسلس، وكمان يعني مش اللي هو باخد المعلومة واكتبها على السبورة، لا، ده بيشتغل على شاشة وبيجيب لك فيديوهات وصور توضيحية عشان يعرف يوصل لك المعلومة بشكل سلس. عامل منصة اسمها منصة الموسوعة سنتر. المنصة ديت محترمة جدا. المنصة ديت هي مش بنزل المحاضرات عليها، لا، المحاضرات بتنزل على اليوتيوب.
يعني انت لو مش عايز تشترك في المنصه بتشترك على اليوتيوب. الحصص كلها بتنزل على اليوتيوب، حصص اولى ثانوي وثانيه ثانوي وثالثه ثانوي بتنزل كلها على اليوتيوب. بس المنصه فكرتها ايه؟ المنصه فكرتها ان انت بتسمع الحصه من على اليوتيوب، وبعد كده بتخش على المنصه بتحل الواجب، بتشوف حل الواجب، بتسمع فيديو عامل السنه دي مفاجاه ان هو يحل كتاب الامتحان كله، كان عامله كان معاه مدرس مش عارف اسمه ايه، بيحل التمارين كتاب الاحياء لاولى وثانيه ثالثه ثانوي. واحسن حاجه اللي يخليك ويجبرك اللي انت تشترك معاه على المنصه ان الاشتراك الشهري 25 جنيه بس. يعني اللي هو ايه؟ يعني في مدرسين تانية الاشتراك الشهري بيوصل ل 200 و150 جنيه، فهو 25 جنيه ده بياخدها مصاريف اداره بس في الشهر. انت بقى ممكن تريح دماغك، ممكن تشترك في الترم الثاني كل عيلته ب 100 جنيه بس، وبينزل لك كتاب مصالح، وبينزل لك كل حاجه، خاصه في الشهور بينزل لك شهر يناير وشهر فبراير وشهر مارس والشهور وشهر ابريل كمان، وبينزل لك الواجبات وكتاب مصالح. واحسن حاجه بيعملها وهي الامتحانات، ودي بتشجع الطلبه ان هم يذاكروا من خلال منصه الموسوعه سنتر. بيعمل كل اسبوع مسابقه ب1000 جنيه، وده عشان يشجع الطلبه ان هم يذاكروا ماده الاحياء ومش يراكموا الدروس واحده واحده. فانصح جدا بالاستاذ محمد صالح. تاني مدرس هو الاستاذ محمد ايمن، من افضل المدرسين اللي بيشرحوا ماده الاحياء وهو الاستاذ محمد ايمن. كنت برضك باخد معاه، ولكن كان في دروس كانت يعني مش كان منزلها قبل كده، وفي دروس كنت بفهمها وفي اوقات دروس مش كنت بفهمها. ولكن على اخر مطاف في يعني مؤخرا انا بدات ان انا اسمع دروس على محمد ايمن والاستاذ محمد صالح. فاللي بيعجبني هنا اللي يعني مثلا لو السؤال فهمته هنا مش ضروري بسمعه هنا، اما لو السؤال مثلا ما فهمتوش من المدرس ده فبروح للاستاذ محمد ايمن، لو ما فهمتش السؤال من الاستاذ محمد ايمن فبروح للاستاذ محمد صالح. خامس ماده وهي ماده الرياضيات. انا بصراحه مش باخد فيها، يعني مش متابع حد ولا باخد في الاونلاين، عشان انا في بعض الدروس باخدها اونلاين وفي بعض الدروس باخدها في السناتر، منها ماده الرياضه. من افضل المدرسين اللي السؤال لما اي حاجه بتقف معايا الاستاذ احمد الفواخري على طول. من ساعه ما كنت في اعداديه وانا متابع مع الاستاذ احمد الفواخري، شرحه جميل جدا جدا جدا. بيشرح لك بطريقه بسيطه سهله خالص. تابعه على اليوتيوب، بينزل حلقات على طول، وممكن تشترك معاه دروس، بتاخد منه دروس اونلاين بردك على منصه، بينزل لك المنهج وواجبات وكويزات وامتحانات على طول. فاستاذ احمد الفخري انصحك جدا جدا بالاشتراك في قناته، عشان قناته محترمه جدا جدا جدا. بالنسبه بقى للغه الاجنبيه الثانيه، ففي طبعا اللغه الاجنبيه الثانيه في 3 مواد، يعني عندك اللغه الالمانيه وعندك اللغه الفرنسيه وعندك اللغه الايطاليه. بالنسبه للغه الالمانيه اللي عندك الهير احمد الشراوي، والهير احمد الشراوي ده موجود على منصه بسطها لك. بتدخل على منصه بسطها لك وتدفع له الاشتراك الشهري، ويبدا ان هو ينزل لك المحاضرات والواجبات والامتحانات على طول. وعندك احمد حيدر، وده بيشرح على منصه بي اونلاين. بتدخل على منصه بي اونلاين تشترك معاه، وبرضك بيوصل لك عايز تطلب مذكره بتوصل لك المذكره، وعايز بيحل معاك واجبات بيعمل معاك كل حاجه. وفي برضك هير اسمه احمد عبد المنعم اعتقد، ده موجود على الخطه التعليميه، ممكن تشترك معاه وتدفع له الاشتراك الشهري، وبعد كده بينزل لك الحصص والمحاضرات والامتحانات والواجبات على طول. اما بقى بالنسبه للغه الفرنسيه ففي ميسيو مريم سمير، وديت موجوده على منصه الخطه التعليميه. وعندك الاستاذ وليد مصطفى، والاستاذ وليد مصطفى ده موجود بيشرح على اليوتيوب، عنده قناه وبيشرح فيها ماده الفرنساوي على اليوتيوب. اما اللغه الايطاليه فهي مش في طلب متزايد عليها، ولكن في مدرسين بتشرح ماده اللغه الايطاليه، ولكن هما مش في مدرسين بتشرح ماده اللغه الايطاليه للصفوف الدراسيه اللي هي اولى وثانيه وثالثه ثانوي على اليوتيوب، ولكن في منصات بتشرح الاولى وثانيه بالمناهج الدراسيه لاولى وثانيه وثالثه ثانوي. يعني في منصه الخطه التعليميه ليها استاذ اسمه احمد منصور، ده بيشرح ماده اللغه الايطاليه، ممكن تشترك عليها. وبرضك منصه بي اونلاين فيها مدرس بس مش فاكر اسمه ايه، بتخش على المنصه بي اونلاين بتلاقي فيه مدرس، هو مدرس واحد بس اللي بيشرح ماده اللغه الايطاليه، ممكن تشترك معاه. ندخل بقى على اللغه الانجليزيه.
من افضل القنوات اللي انت يعني تذاكر من عليها اللغه الانجليزيه وهي قناه زي امريكان انجلش. دي من افضل القنوات اللي بتشرح ماده اللغه الانجليزيه بشكل سلس جدا، عشان هو من فتره قرر ان هو يشرح منهج الثانويه العامه على اليوتيوب. فانت ممكن تشترك معاه وتحل الواجبات، وشرحه جميل جدا. وفي مستر تاني اسمه مستر عمرو رجب، وده كان موجود على اليوتيوب برضك، بيشرح لك ماده اللغه الانجليزيه بشكل بسيط جدا، وتقدر انت تعتمد عليه في ليالي الامتحان. انا شخصيا كنت معتمد عليه ونقص درجه ونص بس في ماده اللغه الانجليزيه. بس بالنسبه لماده التاريخ، في مستر انا شخصيا بتابع معاه وبسمع المحاضرات عليه عشان ما باخدش فيها دروس. في عندك مستر اسمه مستر عطا زكي شحاتو. وفي الجغرافيا عندك قناة السلطان، بتشرح لك مادة الجغرافيا بشكل بسيط وسلس، تقدر انت تستوعب وتفهم القرائط وتفهم كل حاجة بتتعلق بالجغرافيا. بس انا بقى عايز اقول حاجة، وهي ان المدرسين اللي انا ذكرتهم في الفيديو ده مش معنى كده ان انت تروح تشترك معاهم مع كل المدرسين اللي انا قلتهم، لا. انت المفروض تروح تجرب المدرس وتشوف شرحه عامل ازاي، عشان يعني تجربتك غير تجربتي، والظروف اللي انت هتمر بيها غير الظروف اللي انت هتمر بيها، واستيعابك نفسه غير استيعابي. ندخل بقى على الزتونة، عشان طبعا في مدرسين كتير ذكرتهم في الفيديو، ولكن انا عايزك تطلع مش تايه من الفيديو. هسيب لك في الديسكريبشن يعني لينك كده هتدخل عليه، هيحولك مباشرة على يعني مقالة هتتحدث كاملة على جميع المدرسين. أي مدرس أنت عايز تضغط عليه هيحولك مباشرة على القناة بتاعته، وهي في أرقام تواصل ممكن تتواصل معاهم، وليهم المنصات التعليمية هتلاقيها كلها في المقال اللي تحت. ادخل عليه واختار المدرس اللي أنت عايز تشترك معاه، وبس كده. أتمنى تكونوا استفدتوا في الفيديو ده ولو بمعلومة واحدة. في رعاية الله.